الكونستانت برودكت فورميلا اللي هي ال AMM. اتكلمنا عن ال AMM وقلنا المقصود بها الاوتوميتد ماركت ميكر. الاوتوميتد ماركت ميكر وقلنا المقصود بها هي المعادلة X في Y بيساوي K. زي ما قلنا ال AMM اللي هي الاوتوميتد ماركت ميكر المقصود بيها ان X في Y بيساوي K، بحيث X دوت اللي هو التوكن A و Y التوكن B. اما الكي دوت ده الثابت او الكونستانت بتاع المعادلة، واللي مقصود بيه اللي هو التوكن اللي في البول. وليكن عندنا liquidity pool، ده هنقول اللي هو liquidity pool فيه 2 توكن. اول توكن مثلا فيه حوالي 10 اثيريوم و1000 USDC. تمام. لو جينا نطبق ده في المعادلة هنقول هنا 10 اثيريوم في اللي هي الواي 1000 USDC هيساوي كام؟ هيساوي 10,000. لو ده المقصود بيه اللي هو الكي اللي هو الثابت اللي موجود معانا. وليكن في شخص اسمه أليس عايز يعمل سواب ل5 اثيريوم. العملية دي بتتم ازاي؟ هو دلوقتي أليس معاه 5 اثيريوم وعاوز يحطهم او يضعهم في البول ال5 اثيريوم ده وياخد بدلهم USDC. انت بالمنطق هتقول دلوقتي مثلا البول في النسب ديت هي 10 اثيريوم و1000 USDC، وجا شخص زي أليس عاوز يضيف اثيريوم للبول. طبعا انت لما تضيف اثيريوم للبول فانت بتزود عدد الاثيريوم في البول وبالتالي سعره بيقل. طيب هو هياخد قد ايه قصادهم USDC؟ الاثيريوم بعد ما أليس يضيف ال5 اثيريوم اللي معاه هيبقوا 15، هيبقى البول فيه 15 واحدة اثيريوم في كام USDC عشان يدينا نفس الثابت اللي هو 10,000. انت دلوقتي عايز تجيب USDC هتقسم اللي هو الكي على الاثيريوم اللي موجود دلوقتي، هيساوي 666.6 دوت المفروض يكون موجود في البول لما يبقى البول يبقى فيه 15 عملة اثيريوم. طيب اللي كان موجود في البول قبل كده كان كام؟ كان 1000 عملة USDC. واللي المفروض يكون موجود في البول دلوقتي كام بعد السواب؟ 666 USDC. يبقى الشخص دوت اللي هو أليس المفروض خد قد ايه توكن او USDC من البول. هتطرح ال1000 دوت ماينس 666 هيبقى حوالي 333 USDC. هيبقى سعر الإيثيريوم هنا أو الواحد إيثيريوم من الإيثيريوم اللي دخله أليس هيبقى 333 على 5، يعني في حدود إن الواحد إيثيريوم هنا عامل 66 USDC. فهمت المعادلة؟ طيب احنا مثلا عندنا معادلة بتقول الدي واي بيساوي الدي اكس في واي على اكس زائد الدي اكس. الدي واي دوت اليو اس دي سي او القيمة المجهولة عندنا اللي احنا او الشخص مفروض ياخدها مقابل اي توكن هو عايز يعمل ليه سواب. في الحالة بتاعتنا ديت اللي هو طلع علينا العدد
333. ده اليو اس دي سي اللي كان المفروض يستلموا إليس بدل ال5 اثيريوم اللي عمل ليهم اسواب. الدي اكس دي كمية التوكن اللي هنعمل لها سواب. المقصود بقى هنا ال5 اثيريوم اللي هو كان عايز يعمل بيهم سواب. الواي دي التوكن اللي احنا بنقول اكس في واي بيساوي كي، ده التوكن التاني اللي موجود في البول معانا. اما الاكس ده التوكن الاولاني اللي موجود في البول قبل عملية السواب. يبقى الاكس والواي دي التوكن بيفور سواب، وده كمية اللي الشخص هيعمل ليها هيدعها في البول. تمام. وهنا الدي اكس، خلينا نعوض كده. الدي واي هيساوي الدي اكس هنا 5 اثيريوم في الواي التوكنات قبل السواب كانوا 1000 على الاكس التوكن قبل السواب اللي هو الاثيريوم التوكن الاولاني كان 10 زائد الدي اكس 5. هتلاقيها نفس النتيجة دي 333 و3 من 10. طب منين جبت الدي واي ديت او منين جت المعادلة دي؟ يبقى زي ما قلنا كده المعادلة بتقول الدي واي بيساوي دي اكس في واي على الاكس زائد الدي اكس. المعادلة دي جت ازاي؟ هنمثل الرسم البياني برسم بياني كده البول او الليكويديتي بول بتاعنا، وليكن الكيرف اللي هو كي اللي هي العملات اللي موجودة في البول، وعندنا التوكنات الموجودة في البول وليكن ده واي وده اكس. دلوقتي في شخص اللي هو أليس عايز يعمل سواب لعدد عملات معينة وليكن العملات ديت اللي هي دي اكس. ايه اللي هيتم دلوقتي أليس هيضيف قيمة عملات هنا للإكس اللي هي دي إكس، هتبقى القيمة الجديدة هنا إكس زائد دي إكس، وهياخد في المقابل عملات من واي، هتبقى هنا واي ناقص دي واي. تمام. ايه اللي مجهول عندنا هنا؟ اللي مجهول دلوقتي اللي هو الواي ده. احنا عايزين نعرف أليس هيطلع ليه كام من الدي واي اللي هو المفروض بنجيبه في المعادلة دي. احنا بنقول في الاي ام ام الاكس في الواي بيساوي كي. طب القيمة الجديدة عندنا برضو هتبقى الواي ناقص الدي واي في الاكس زائد الدي اكس هتساوي كي. طبعا عندنا الكي عندنا الكي هنا والكي هنا واحد او ثابت، ده كونستانت سواء قبل السواب او بعد السواب. تمام. هنا بيفور وهنا افتر، سواء بعد السواب او قبل السواب الكي عندنا اللي هو ايه ثابت. فهنعوض المعادلة هتبقى اكس في واي هيساوي واي ناقص الدي واي في اكس زائد الدي اكس. تمام. هنقسم المعادلة دي كلها كده، هنقسم المعادلة كلها على اكس زائد دي اكس عشان نبسط المعادلة. هتكون معانا كده المعادلة اكس في واي على اكس زائد الدي اكس هيساوي واي ناقص الدي واي في اكس زائد الدي اكس
على اكس زائد الدي اكس. تمام. هنا دوت هيروح مع دوت، وبالتالي هتبقى المعادلة بالشكل ده: واي ناقص الدي واي هيساوي اكس في واي على اكس زائد الدي اكس. تعال نبسط المعادلة تاني. هنودي دوت بعكس الإشارة كده ونجيب ده كده. هيطلع لنا الدي واي بيساوي واي ناقص اكس في واي على الاكس زائد الدي اكس. هنضرب الواي ديت، هنضرب الواي هنقولها في اكس زائد دي اكس على اكس زائد دي اكس، بحيث نبسط المعادلة. لما نحط دوت هنا كده كأننا بنضربها في واحد، فهتبقى المعادلة الدي واي هيساوي واي في اكس زائد دي اكس على اكس زائد دي اكس. انت كده ضربتها في واحد، مفيش فيه مشاكل، ناقص الاكس في الواي على الاكس زائد الدي اكس. طبعا المقام واحد، فاحنا هنرفع الواي دي فوق ونرجع للوضع ده. هتبقى الدي واي هتساوي واي في اكس زائد الواي في دي اكس ناقص الاكس في واي على الاكس زائد الدي اكس. طبعا دي نفس القيمة بالموجب، ودي الاكس في واي، الاتنين دول مع بعض. هيفضل لينا الدي واي هيساوي الدي اكس او الواي في الدي اكس على اكس زائد الدي اكس، زي ما المعادلة دي بتقول الدي اكس في واي او واي في دي اكس على الاكس في الدي اكس. الدي واي دي القيمة اللي محتاجين نعرفها، او اللي الشخص اللي هو أليس دوت هياخدها مقابل ما يعمل سواب لأي توكن. والواي دوت قلنا التوكن اللي هو مثلا التوكن بي أو التوكن التاني. في المعادلة قبل السواب الدي اكس دي الكمية اللي هيحصل ليها سواب. تمام. وهنا الاكس دي الكمية أو التوكن قبل السواب، والدي اكس زي ما قلنا كده الكمية اللي محتاجين يحصل ليها سواب. كده احنا طلعنا الدي واي، بس احنا كده طلعنا الدي واي ديت بدون، حط خط هنا، بدون without فيز. احنا كده ما حسبناش الفيز اللي مفروض ياخدها، اللي هم مين؟ الليكويديتي بروفايدر.